بسم الله والحمد لله، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله. واش راكم ياما؟ كي راكم الزينات؟ واش راكم يا طيبات؟ ان شاء الله يا ربي ديما بخير وناشطين وماشطين ومهنيين ومغنيين، وربي يفرج عليكم من واسع ان شاء الله يا ربي. خبز المنفوخ، خبز الساندويتش المنفوخ اللي يجي اكثر من رائع، اللي رافقناه مع الشاورما اللي درناها، اللي راهي في هذه القناه مع هذا الفيديو. مور هذا الفيديو اللي تجي اكثر من رائعه. شوفوا للداخل حبة قلبي، شوفوا للداخل جا يعني ورق كما نقولوا زيرو البابه حبة قلبي، زيرو البابه للناس اللي ما تحبش البابه. هذا الساندويتش يليق بزاف، يليق بزاف في الخرجات لي بيكنيك يعني، ولا اروع رائع. شوفي تحشي بواش تحبي حبيبتي. شوفوا الداخل ما شاء الله، شوفوا لي ذاك الداخل كيفاه مثقب، كيفاه يعني رائع رائع حبيبة قلبي. والوصفة اقتصادية وبسيطة وما تديلكش كامل الوقت، تكمليه يعني في دقائق تكمليه. إذا بسم الله، أرباحي جيبي صوالحك وروحي تبعيني حبيبتي. نجيبو هنايا الغيسيبيون، نحط هنايا فيه ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة سكر، ونضيفو الماء زوج كيسان. الكاس اللي يرفد 220 غرام أو 220 ملي. راكي تشوفي يكون الماء دافي حبيبتي، ماهوش سخون يخسر لك الخميره، وماهوش بارد كذلك يبرد لك الخميره. راكي تشوفي درت زوج كيسان نفس الكاس. من بعد نضيفوا عليه كاس سميد رقيق، اي سميد عندك نخلطوهم هكذا، نغطيوهم نخلوهم شويه تتفاعل الخميره تاعنا هكذا. من بعد نرجعوا ليهم تقريبا 5 دقائق ونرجعوا ليهم. هنا بعد ما مروا ال5 دقائق نجيب الفارينة نتاعي المصيرة بطبيعة الحال، ونبدأ نحط في الفارينة باش نتحصلوا، راكي تشوفي باش نتحصلوا على عجين شباب. هنا نضيفوا الزيت تاعنا قبل ما نبدا نخلط. اذا نضيف 2 ملاعق كبار نتاع زيت الزيتون، ونبدا نخلط كل شيء هكذا، وغير بالملعقه مازال باش نديروا يدينا في العجين. هنا حبة قلبي نروحوا انه نجيبوا الملح. اذا نديروا تقريبا ربع ملعقه نتاع الملح، باش ما يجيش مالح، لان رايحين نحشيوه بالشاورما وكامل، اذا فيهم شويه ملح. من الافضل دائما الخبز تاعنا ما يكونش مالح، دائما يكون كما احنا نقولوا نص قياس، باش اللي يكون محشي، باسكو المواد المحشيه تكون فيها الملح. هنا نبدا ندير يدي ونبدا نعجن في الخبز نتاعي. شوفي يعني ماشي يتلاصق بزاف وماشي يابس، يجي طري. شوف بعد ما عجنتو مليح، ولا تقدري ديريه في العجانه وتبداي تضيفي في الفارينه والعجانه تعجن، البيتخ نتاعك يعجن. شوفوا القوام تاعو ما شاء الله رطب واملس وطري، يعني ما يبستوش بزاف. هنا بعد ما مر عليه تقريبا على حسب حراره المطبخ يخمر ويزيد في الحجم تاعو، تقريبا نقولوا حتى 45 دقيقه. نجو هنايا ونبداو نقسموا فيه هكذا دي بول. انا هنايا وزنت لي بول تاوعي باش يجوني كامل كيف وعينك هي ميزانك اذا كان ما عندكش ميزان، تقريبا 100 غرام هكذا. ونبدا نطرح فيهم او نخبز فيهم. باش الخبز نتاعك ما يجيش فيه الباب لازم يكون هكذا السمك تاعو تقريبا نص سنتيمتر هكذا. تدوريه بيدك، تخبزي بيدك باش يجيك داير، من بعد تحلي بالحلال هكذا. شوفي حتى تكملي كامل لي بول نتاوعك. ونحط في السنيوه اللي نكونوا فرشنا لها ورق الطبخ. نزيد الاخرى، نزيد لابول الزوجه حتى نكمل كامل لي بول. بعد ما نستفهم في السنيوه نغطيهم ونخليهم تقريبا ربع ساعه. من بعد نشعل الفور تاعي على اقصى درجه من الفوق والتحت، لما ولا لا شالور تورنونت. من بعد لما يسخن نقرب نحط الخبز تاعي ونقرب ندير له الماء، نرشه بالماء كما شفتوا، ونقرب للشوايه. ندير الشوايه مع الفونتيلاتور
هكذا حبة قلبي، يعني نشعل من الفوق، الشعلي من الفوق وقربي للفوق باش ينتفخوا لك، يعني بالخف، غير تحطي السنيوه تاعك الخبز تاعك ينتفخ كيما راكي تشوفي. نعاود حبة قلبي، اذا نحط سنيوتي ماشي في الاسفل، في الاعلى ونشعل بعد ما يسخن الفور تاعي على اقصى درجه، نشعل الشوايه بالفونتيلاتور ونقرب الخبز تاعي للفوق ونخليه ينتفخ. لما يطيب الوجه الفوقاني نقلبه على الوجه الاخر حتى يتحمروا في زوج الاوجه ونخرجه. وهذا هو الخبز نتاعي، جاء ما شاء الله خبز الساندويتش المنفوخ الرائع، وعمرته بهذا الشاورما اللي درتها معكم وراهي هنا في القناه. اذا جات رائعه حبة قلبي. نتمنى تجربوا هذا الساندويتش، بما انه رانا مقبلين على فصل الصيف ان شاء الله يا رب العالمين، والخرجات والبحر ولي بيكنيك. اذا هذا الساندويتش يليق بكثره، احسن من الساندويتش اللي تشريه من برا. رائع، اذا الساندويتش رائع شهيتكم في الجنه ان شااء الله. نتمنى الاشتراك في هذه القناة، وما تنسوش الجام حبة قلبي إذا عجبتكم الوصفة وإذا عجبكم الفيديو. نقولكم جمجمولي سلام.